النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ المسلوقه بطريقه حلوه جدا، بحيث ان انت ما تشملهاش اي ريحه زفاره خالص، وشربتها جميله جدا جدا جدا. وهنعمل وياها المكرونه الجميله دي وان شاء الله برضه هيبقى فيه تعليق مثبت. يا ريت شوفوا الفيديو للاخر، واللي لسه اول مره يشوف قناتي يا ريت يشترك فيها، ولو الفيديو عجبكم يا حبايبي لو سمحتوا تحطوا لايك للفيديو. ويلا نخش ونشوف هنعمل الفراخ الجميله بتاعتنا دي ازاي، وهنعمل المكرونه العسوله دي ازاي ونشوف مقاديرنا ايه. احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. النهارده هنعمل مع بعض ان شاء الله سليق الفراخ بطريقه حلوه جدا. ان شاء الله مش هتشمي الفراخ بتاعتك اي ريحه زفاره خالص لو اتبعتي كل الخطوات ان شاء الله اللي هقولك عليها. والشوربه بتاعتها هتبقى جميله جدا جدا جدا، وريحتها كده مميزه وجميله. اول حاجه معانا علشان خاطر سليق الفراخ يطلع وياكي ممتاز وبريحه حلوه جدا، الفراخ تتغسل كويس جدا بالملح والدقيق والليمون، وتسيبيها. وبعد ما تغسليها بالملح والدقيق والليمون تشطفيها، وترجعي تحطي لها ميه نظيفه، وتحطي فيها ليمون، وتحطي فيها ملح، وتسيبيها منقوعه في محلول النقع دون لمده على الاقل ساعه. لازم تتنقع كويس على الاقل ساعه. بعد كده بنغسلها تحت ميه جاريه، ونحطها في قلب مصفى تصفى ميتها خالص علشان خاطر ما يبقاش فيها اي ميه من بتاعه الغسيل فتديكي ريحه زفاره في السليق. بعد كده هتحطي ايه بقى في ميه السليق علشان خاطر تديكي كده ريحه مميزه وطعم حلو جدا. هنحط في ميه السليق جزر، فلفل، طماطم، بصل، ليمون، ملح، لوري، فصين 2 حبه هنا. وهنحط سنه صغيره خالص من الكركم، سنه صغيره خالص، بحيث ان هي تدينا لون حلو للشوربه بتاعتنا، هيبقى شكلها كده مميز وطعمها حلو جدا. وتقدري بقى تعملي منها رز مندي، تقدري تعملي منها اي حاجه تقدميها حتى جنب الاكل كده، مش هيبقى فيها اي زفاره خالص، وهيبقى شكلها حلو جدا. معانا دلوقتي حله على النار فيها ميه بتغلي، هنزل فيها كل الحاجات دي عشان ننزل عليهم بالفراخ. انا بس هزود على كل الحاجات اللي انا قلتها دي حاجه واحده بتفرق جدا جدا في طعم الشوربه، بالذات شوربه الفراخ او شوربه اي طيور، بتفرق جدا. مكعب ماجي حلو جدا جدا جدا، بيفرق جدا وياكي في الطعم، بجد بيفرق جدا وياكي. هنروح بقى على الحله اللي على النار ونحط فيها كل الكلام الجميل ده عشان نشوف الفراخ بتاعتنا ان شاء الله هتطلع عامله ازاي. الحله اهي على النار، فيها طبعا لازم الميه بتاعتك تكون بتغلي. هننزل فيها بكل الحاجات دي، هنسيبهم يغلوا مع بعض قبل ما ننزل بالفراخ 5 دقايق بس، وبعد كده هننزل عليهم بالفراخ. احنا دلوقتي نزلنا بالفراخ ونزلنا بالكركم بعد ما الميه غلت 5 دقايق زي ما قلت لكم، بكل الحاجات الجميله اللي احنا حاطيناها دي علشان خاطر بقى الفراخ بتاعتنا تطلع ناجحه والشوربه بتاعتنا تطلع مميزه كده وجميله وطعمها حلو. لازم اي ريم بيطلع على وش الفراخ بنشيله بمعلقه، بمغرفه، باي حاجه بنشيله ونتخلص منه عشان خاطر يدينا كده شوربه صافيه وجميله جدا. الفراخ بتاعتنا اهي بعد ما غلت، شايفين لونها حلو جدا ازاي. هي ما طلعتش ريم كتير ولا حاجه، علشان خاطر طالما انت غاسله الفراخ بتاعتك كويس ما بتطلعش اي شوائب ولا بتطلع اي ريم ولا اي حاجه. بس برضو لازم تبصي عليها عشان لو عليها اي حاجه تتخلصي منها وتاخدي كده منها احلى شوربه في الدنيا. وهنعمل بقى مع الفراخ بتاعتنا دي مكرونه كده جميله جدا. مكرونه، انا عامله مكرونه عاديه خالص، المكرونه اللي هي الصغيره دي مع المكرونه الاسباجيتي مقطعاها او مكسراها، يعني مكسره المكرونه الاسباجيتي على 3 او على 4 زي ما انت عايزه، او حابه تسلقيها سليمه اسلقيها براحتك، دي حاجه ترجع لك يعني. هنعمل لها تسبيكه حلوه جدا ومميزه جدا ان شاء الله هتعجبك.
بس اهم حاجه في سليق المكرونه ان تكون الميه اكتر من المكرونه بكتير، تكون في حله عميقه كده، تكون الميه اكتر من كميه المكرونه اللي انت هتعمليها بكتير، وتكون الميه طبعا متاكده ان هي غلت كويس، وحاطه فيها ملح، وحاطه فيها معلقتين زيت كده او 3 معالق زيت بيخلوا المكرونه بتاعتك مفرفطه وجميله جدا. وتتسلق يدوب من 7 ل9 دقايق بس، ما تزوديش عليها السليق اكتر من كده، وهي كده كده بتستوي مع روحها من السخونيه بتاعتها. الفراخ بتاعتنا اهي استوت، شايفين شكل الشوربه عامل ازاي، صافيه ونقيه جدا وريحتها جميله جدا جدا. تعالوا بقى هنعملها، هنطلعها دلوقتي من الشوربه وهنعمل لها تتبيله جميله جدا وندخلها بيها الفرن. بس تعالوا الاول نعمل الصلصه بتاعه المكرونه اللي احنا بنعملها جنب الفراخ بتاعتنا. اول حاجه طبعا معانا للصلصه حله على النار فيها زيت. المكرونه الصلصه بتاعتها بتتعمل بزيت مش بزبده ولا بسمنه ولا باي حاجه تانية غير الزيت، لان الزيت بيخلي كل المكرونه كده سايبه من بعضها، بتبقى جميله جدا. وانا اسفه جدا 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 الاصوات اللي انتوا سامعينها دي، لاني عندي شغل في البيت، بحاول يعني اعمل شويه تجديدات في الشقه، فالاصوات عاليه يعني. دلوقتي معانا ايه؟ معانا هنا نص معلقه ثوم. انا ما بحبش اكتر الثوم في الصلصه، بس إن اكيد النص معلقه ثوم الصغيره دي بتدي لها طعم حلو جدا مبشور. معانا برضو بصلايه مبشوره، لو حابه تخلطيها براحتك، بس لما بتبقى مبشوره بتبقى طعمها احلى وبتتحط مع الثوم كده بيبقى طعمها حلو جدا. معانا مكعب مرق، ده اول حاجه هننزل بيها بالشكل ده كده على طول على الثوم، على طول على البصل والثوم بتاعنا دوت. هننزل بالبهارات علشان خاطر تطلع كل الزيوت العطريه بتاعتها وكل الروايح بتاعتها، فتديني ريحه حلوه جدا للبصل والثوم بتاعنا ده وللتسبيكه كمان. التوابل بتاعتنا بقى عباره عن ايه؟ الكمون اساسي، فلفل اسمر برضو اساسي، معانا بقى قرفه بتغير طعم التسبيكه بتاعه المكرونه دي، بتخليها حلوه جدا. زي الكشري اللي بتجيبيه من المحلات كده بيبقى برضو فيه طعم القرفه ده. القرفه بتخلي طعم التسبيكه بتاعتك رهيبه، جربيها وصدقيني بجد هتعملي كده على طول. معانا نص معلقه من السبع بهارات، معانا ملح معلقه صغيره او على حسب ما انت بتحبي، على حسب الرغبه يعني، ومعانا نص معلقه سكر من اللي هي بتاعه الشاي عشان خاطر الحموضه اللي بتبقى في الطماطم. هننزل بيهم كلهم كده على البصل بتاعنا والثوم. انا ما بحبش البصل ولا الثوم بتاعي دول ياخدوا لون، انا بحبهم بس يتدلوا. ودلوقتي بقى بعد ما البصل والثوم بتاعي دبلوا كده والبهارات اللي حطيناها طلعت كده ريحتها جميله جدا بجد، مش قادره اقول لكم على الريحه، طالعه خطيره جدا. هننزل بقى بالطماطم. اهم حاجه في تسبيكه المكرونه تكون الطماطم متصفيه علشان خاطر تديكي احسن نتيجه في تسبيكه الطماطم. هنزل بيها كده طبعا. انا ما بقولش كميات لان الكميه دي ترجع لك وترجع لكميه المكرونه اللي انت عاملاها. انا بقى هسيب الطماطم بتاعتي دي تتسبك وهنروح نعمل مع بعض التتبيله او الخلطه اللي احنا هندخل بيها الفراخ الفرن. الطماطم بتاعتنا ريحتها طالعه حلوه جدا، شايفين التسبيكه شكلها عامل ازاي وصافيه كده من غير قشر ومن غير اي حاجه خالص. انا هاخد منها بقى عشان خاطر اعمل الفراخ، هاخد منها كده مغرفه، هناخد حبه كمان. وعلى الطماطم اللي احنا خدناها او التسبيكه هننزل كده بمعلقه عسل ابيض، وشويه فلفل اسمر، وهننزل كده بشويه زيت يعني معلقتين. هنقلب كل ده مع بعضه بالشكل ده كده، وهندهن بيه الفراخ بتاعتنا.
شايفين الفراخ لونها حلو جدا ازاي، من الكركم اللي حطيناه ومن كل البهارات اللي احنا حطيناها، مديالها ريحه حلوه جدا. هندهنها بقى بالخلطه الجميله اللي احنا عملناها لها دي. بالشكل ده كده. معلش انا بصور نفسي لو الصورة مش واضحة ولا حاجة. دلوقتي بقى ادخلها الفرن تحت الشواية لحد ما تاخد اللون اللي تفضلوه، وبعد كده هطلعها واوريكم المكرونة بتاعتنا والشوربة بتاعتنا الجميلة والفراخ هتكون عاملة ازاي. وادي الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن واخده لون حلو جدا جدا، طعمها حلو جدا وريحتها بجد كانت قلب الدنيا. ودي المكرونه اللي احنا عملناها مع بعض، برضو مفلفله وجميله والتسبيكه بتاعتها حلوه جدا، جربيها وصدقيني بجد هتعتمدي التسبيكه دي على طول. وشايفين لون الشوربه حلو جدا ازاي. يا رب بقى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك، واللي لسه اول مره يشوف قناتي يشترك فيها ويفعل الجرس، وما تنسوش يا جماعه التعليق المثبت ان شاء الله عشان نكبر كلنا مع بعض. واشوفكم في فيديو جديد بالف خير، والسلام عليكم.